هما ليه سايبيننا كده للغلا اللي عمال يطحن فينا ومحدش بيعمل لنا حاجه والناس مش لاقيه تاكل؟ انا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. انا عارف ان الدنيا صعبه والناس ظروفها مش احسن حاجه، والغلا كمان عمال يطحن فينا والتضخم كل شويه عمال يزيد. يعني ال 500 جنيه اللي كنت بجيب بيهم حاجه الشهر دلوقتي يا دوبك بيكفوا اسبوعين، ده لو كفوا، وده طبعا وانا راجل كده ظروفي كويسه ومن طبقه وسطى. ايش حال بقى الناس اللي على باب الله دول حالهم دلوقتي عامل ازاي؟ عايز اقول لك ان احنا مش لوحدنا في الغلا ده، لكن العالم كله بيعاني نفس المعاناه تقريبا اللي احنا بنعانيها. انا عارف برضو ان احنا ملناش دعوه لحد وما نبصش لغيرنا وخلينا في اللي فينا. في حاجات بتحصل انت ممكن تكون مش حاسس بيها، لكن صدقني ان في غيرك بيستفاد منها بشكل كبير جدا. عايز اقول لك ان وسط الغلا اللي احنا فيه ده الحكومه شغاله على تقريبا 60 اجراء علشان تقلل الضغط شويه على الناس. وقبل ما اقول لك بقى على الاجراءات دي خلينا نلف لفه سريعه كده حول العالم ونعرف ايه اللي بيحصل. عايز اقول لك ان العالم يا دوبك كان لسه بيفوق من ازمه كورونا، راح لابس في الازمه بتاعت روسيا واوكرانيا، والغلا بقى في كل حته في العالم. حد يجي يقول لي يا عم كورونا ايه؟ كورونا خلصت والحرب دي الحرب في قاره ثانيه، مصر ايه اللي اتاثرت بيها؟ عايز اقول لك ان الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء كان عامل دراسه على تقريبا 18000 اسره. ال 18000 اسره دول في منهم 20% تقريبا اتاثروا بشكل مباشر او غير مباشر بسبب الحرب بتاعت روسيا واوكرانيا، ما بين بقى توقف عن العمل او تقليل مرتبات او حتى مشاريع كامله وقفت. يعني عندك مثلا ممكن تلاقي جارك اللي في البيت اللي جنبك كان شغال في مشروع متعلق باستيراد القمح، وقامت الحرب راح استيراد القمح وقف. عادي جدا هتلاقيه قاعد في البيت دلوقتي، او ممكن تنزل تحت هتلاقيه قاعد على القهوه اللي تحت بيتكم. خلينا نشوف دلوقتي بقى العالم ازاي اتاثر بالحرب الاوكرانيه الروسيه ومصر اتاثرت ازاي. صندوق النقد الدولي اللي بيعتبر واحد من اهم المؤسسات الماليه الدوليه في العالم قال ان معدل التضخم العالمي وصل ل 8.8%. علشان ما تهش مني برضو هقول لك ببساطه كده يعني ايه تضخم. التضخم ده باختصار يعني اسعار السلع بتزيد والقوه الشرائيه بتقل، وده مش عندنا بس في مصر، ال 8.8% ده في العالم كله، وبالمناسبه دي بتعتبر من اكبر مستويات التضخم خلال ال 40 سنه اللي فاتوا. وهقول لك رقم تاني ممكن يصدمك. عايز اقول لك ان الحرب الاوكرانيه الروسيه دي من ساعه ما بدات لحد نهايه السنه دي كلفت العالم 2.8 تريليون دولار. انت متخيل الرقم؟ يعني 2800 مليار دولار. هنا بقى ما ينفعش تيجي تقول لي طب واحنا مالنا؟ ما احنا مش عايشين في كوكب تاني لوحدنا، كلنا قاعدين مع بعض على الارض. ولو انت متخيل ان احنا عندنا ازمه كبيره ممكن يكون عندك حق، بس لازم تعرف ان في غيرنا عنده ازمات اكبر. يعني زي ما بنقول كده باللغه الشعبيه بتاعتنا، اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. عايز اقول لك ان اوروبا القاره المتقدمه الحلم بتاع كل الناس بتعيش واحد من اسوأ فصول الشتاء في تاريخها. من الاخر كده وببساطه عشان ما اوجعش دماغك، روسيا قفلت انبوبه الغاز عليهم، وهم بقى عاشوا ابرد شتاء تقريبا شافوه في حياتهم. علشان كده ظهر كلام خلال الفترات اللي فاتت ان هم بيدوروا على دول تانية تكون جواها ادفى شويه عشان يقضوا فيها الشتاء، وفي ناس منهم بالمناسبه جم قعدوا في مصر. خليني اقول لك بقى حاجه تانية مهمه علشان تبقى عارف. الناس اللي في اوروبا اللي بيعتبر حالهم تقريبا احسن من حالنا وسابوا بلادهم وجم يعيشوا هنا في مصر، اكتشفوا ان مصر بتحتل المركز السابع في قائمه الدول الارخص من حيث سعر البنزين، وده في الوقت اللي اسعار الطاقه في العالم كلها مولعه والناس بتحاول تدور على بدائل. وطبعا بما ان اسعار الوقود ولعت فهتلاقي اسعار السلع الغذائيه هي كمان ولعت، غير انها ولعت فهي كمان مش موجوده، وكلنا شفنا وبنشوف الصور دي للارفف الفاضيه. انا كده تقريبا شرحت لك باختصار العالم بيجرى فيه ايه. مصر بقى بتحاول تعمل ايه عشان تخف الضغط ده شويه على الناس؟ الوضع الاقتصادي حاليا في مصر صعب، والمصريين مروا بحاجات كتيره قوي من بعد 2011، واكتر ناس طبعا اتاثروا بالحاجات دي كلها هي الطبقات الاولى بالرعايه. والدوله كده برضو حاولت واحده واحده ان هي تعيد توزيع الدعم عشان يوصل للمستحقين، وهي كمان اشتغلت على توفير شبكات حمايه اجتماعيه، وعملت حوالي 60 اجراء علشان تقلل من ضغط التضخم. الدوله زودت الحد الادنى للعلاوات اللي شغالين فيها، وده اتكلف حوالي 8 مليار جنيه، وفي 8 مليار زيهم اتصرفوا في زياده المعاشات اللي هي تقريبا زادت بنسبه 13%، وفي مليار جنيه بيتصرف شهريا كمساعدات استثنائيه ل 9 مليون اسره، وده كان تم الاعلان عنه في يوليو 22. ده غير ال 300 جنيه العلاوه الشهريه الاستثنائيه اللي في ناس اتريقت عليها، لكن احب اقول لك ان الموظفين واصحاب المعاشات استفادوا بيها، وده تقريبا كلف الدوله 32 مليار جنيه. نروح بقى للموازنه العامه للدوله 2022 2023، حصل فيها زياده لمستوى الدعم للسلع الاساسيه. احب اقول لك ان في حوالي 90 مليار جنيه دعم بس للسلع التموينيه. انت متخيل الرقم ده؟ 90 مليار جنيه، وانت كمان متخيل كام واحد هيستفاد منه؟ ماليش دعوه بقى اذا كنت انت ما بتستفادش من بطاقه التموين، لكن ممكن تسال حد عنده بطاقه وتعرف هو بيستفاد ازاي. انا عارف طبعا ان في ناس هتهاجمني في الفيديو ده وتقول ان المبالغ الكبيره اللي انا عمال اتكلم عنها دي بتوصل في الاخر للناس مبالغ صغيره، بس خليني اقول لك ان الفئات الاولى بالرعايه من الاسر المصريه بتستفاد من الدعم على السلع التموينيه، ده غير كمان انها بتستفاد من المعاشات والعلاوات الاستثنائيه، ده غير كمان انها بتقدر تجيب احتياجاتها الاساسيه من منافذ البيع التابعه للدوله، ده غير بقى انها بتستفاد من مبادرات كتير زي تكافل وكرامه وحياه كريمه وغيرها كتير. عارف اللي هيجي يسالني ويقول لي يعني هو ده اخر مصر مش قادره تعمل اكتر من كده؟ اجابه بقى على سؤال هي مصر ما تقدرش تقدم للناس دعم اكتر من كده، اقول لك هي تقدر، وتقدر تدفع فلوس للناس كمان، وتدي كمان اعانات بطاله زي الدول الغنيه اللي بنشوفها بره. لكن هل انت تفتكر ان ده الحل؟ ما هو بعد شويه الفلوس دي هتخلص زي ما كانت هتخلص قبل كده، وكان الاحتياط النقدي الاجنبي في مصر وصل لاقل حد، ده طبعا بسبب حنفيه الدعم اللي كانت شغاله عمال على بطال، اللي كان بياخد منها اللي يستحق واللي ما يستحقش. علشان كده بقى مصر في 2016 عملت برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي هو بيدي لا بيد عمرو. هنتعب شويه وهنعاني شويه، لكن اقتصاد البلد
لازم يقف على رجليه. ودينا شفنا المشاريع اللي في ناس كتير كانت بتتريق عليها شغلت كام واحد، ومحطات الكهرباء اللي الناس كانت بتتريق عليها برضه وتقول لك رايحين تعملوا محطات كهرباء في اخر الدنيا. شوف الكهرباء عندنا دلوقتي عامله ازاي. ده ممكن تيجي تقول لي يا عم كهرباء ايه، انت مش عارف دلوقتي الفواتير بقت بكام؟ احب اقول لك ان الفواتير دي بعد الدعم كمان، وده علشان تعرف الدوله شايله قد ايه عن المواطن المصري عشان ما يبقاش زي الاوروبي منه للتضخم على طول. انت بقى عايز تدي الناس فلوس، تعالى يا عم اديها فلوس، لكن الازمات ما بيتمش ادارتها بالشكل ده. ونرجع تاني لسنه 2016، لو ما كانش اتعمل ساعتها برنامج الاصلاح الاقتصادي ما كنتش هتقف دلوقتي وتقول لي الدوله تدي فلوس للناس، لان لولا البرنامج ده الدوله اساسا ما كانش هيبقى عندها فلوس تصرف على الناس. انا عايزك تغمض عينك شويه كده وتفكر في الوضع، لو ما كانتش الدوله قدرت توفر الدعم ده للناس كان حالنا هيكون عامل ازاي؟ صدقوني الوضع كان هيكون اسوأ من كده بكتير. على الاقل بص لها من ناحيه تانية، انت حضرتك بتخش السوبر ماركت او البقاله بتلاقي اللي انت عايزه. يمكن ده كان جزء صغير جدا من اللي الدوله عملته علشان تقلل من اثار الازمه الاقتصاديه العالميه دي على الناس. تعالى لي بقى هنا كده واكتب لي في الكومنتات انا وانت دورنا ايه علشان نساعد الناس اللي حوالينا. سلام.